طيب من الاخر كده وعشان ايه في الموضوع ده، الهلال السعودي جامد، الهلال السعودي جامد، الهلال السعودي شرف العرب، يا عم شرف العرب، انا طلعت حصاله، انا طلعت حصاله. وسيبك بقى من الاعلام اللي بيحاول يهيئ لك إن كنت بطل وكنت خارب الدنيا وقطعت بورتو والكلام ده. في الاخر انا اسمي حصاله، ولكن لما تيجي تكيل الدنيا هنا كيلها بمكيال واحد. لما تيجي تبص لميزانيه اصلا الهلال السعودي، بص اصلا ميزانيته كام، بص اصلا اللعيبه اللي فيه، بص على بونو اللي بقى له اكتر من سنين هنا في الدوري الاسباني، بص على مالكم اللي لعب في هنا في برشلونه، بص على نيفيز اللي جاي من ولفرهامبتون ولعب في كام نادي قبل كده ونجم منتخب البرتغال، بص على ليوناردو، بص على لودو اللي جاي من اتلتيكو مدريد، بص اصلا على قيمه اللعيبه اللي موجوده في الهلال. فانت هنا لما تيجي تبص على قيمه اللعيبه دي، لا اللعيبه دي تلعب قدام مانشستر سيتي مش هتخاف، ولا تلعب كمان قدام ريال مدريد وتلعب قدام وقدام قدام الفرق العالميه كلها ولا تهابهم. فما تجيش بقى تعمل مقارنه بينها وبين النادي الاهلي، يا عم انا طلعت حصال، طلعت حصال ما عملتش حاجه في البطوله. وتاني بقول لك اهو، سيبك بقى من الاعلام اللي بيحاول يهيئ لك انا كنت جامد وبتاع، لا يا عم انا ما كنتش جامد. ولكن هنا ما تبقاش مدلس وحاول تكيل الدنيا هنا بكيل واحد. يا راجل ده اصلا حتى المدرب بتاعهم سيميوني انزاجي اللي هو لسه رازع برشلونه هنا وكملناش شهرين ومطلعه مع انتر وواصل نهائي دوري الابطال. فانت بص اصلا حتى المدرب بتاعهم مين، وبص هنا اللعيبه، وبص هنا الميزانيه بتاع هنا الهلال. فانت كمان لو بصيت على فريق الهلال السعودي مش هتطلع منه اثنين ثلاثه سعوديين اصلا في الفريق، باستثناء طبعا سالم الدوسري وتنبكت اللي هو اصلا عامل مستوى هايل في كاس العالم وكلنا بنشيد بيه. فحاول ما تبقاش مدلس وكيل الدنيا هنا بمكيال واحد، بلاش مكيالين عشان انت بتكره النادي الاهلي او مش بتحب النادي الاهلي او شايف ان النادي الاهلي ده مش النادي المرغوب بالنسبه لك. فلكن هنا كايل الدنيا بمكيال واحد، ما تبقاش مدلس. انا فعلا طلعت حصاله يا عم، طلعت حصاله، ولكن ميزانيه الفريق السعودي اللي هو يعتبر مش سعودي يعني كفريق، ولكن هنا كمسمى وكشكل هو فريق سعودي، لكن هنا اللعيبه هي اللعيبه مش لعيبه سعوديين، ده لعيبه دوليين يلعبوا قدام اتخن فريق. فحاول ما تبقاش مدلس وكاين الدنيا بمكيال واحد.